مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب. في هذا الفيديو، سنروي لكم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومواجهته للملك الطاغي نمرود. وصف سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان نبيا عظيما وأحد أصحاب الرسالات السماوية. كان له إيمان قوي بالله ورسالته. وصف الطاغي نمرود. النمرود كان ملكا طاغيا يحكم البلاد بقبضة من حديد. كان يطلب الناس بعبادته ويدعي الإلهية لنفسه. تعريف الصراع. ظهرت خلافات كبيرة بين سيدنا إبراهيم والنمرود، إذ رفض إبراهيم عبادة الأصنام والملك الطاغي، وأصر على عبادة الله الواحد الحق. قصة النمرود والنار. حدثت واقعة مشهورة، حيث أمر النمرود بإلقاء سيدنا إبراهيم في النار بسبب رفضه عبادة الأصنام. ولكن الله عز وجل أنقذ سيدنا إبراهيم وجعل النار بردا وسلاما عليه. حوار سيدنا إبراهيم والنمرود. بعد أن نجا إبراهيم من النار، دار حوار بينه وبين النمرود. قال إبراهيم للنمرود بثبات وثقة: إن الله هو الخالق الحقيقي للكون والملك الحق الذي يستحق العبادة. استمرار الصراع. لكن النمرود لم يقتنع بكلمة إبراهيم وظل يطالب بالعبادة لذاته. استمر الصراع بينهما واشتدت حدته. نهاية الفيديو. وهكذا نستنتج أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان رمزا للإيمان والشجاعة في مواجهة الظلم والطغيان. ترك لنا إبراهيم ميراثا عظيما من الحكمة والتعليمات الإلهية. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بقصة سيدنا إبراهيم والنمرود. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة.